بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده، وحشوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. هو لسه امبارح يعني مبقالوش كتير ولا حاجه، بس طبعا دايما بتوحشوني وتوحشني تعليقاتكم الحلوه ودعواتكم الجميله. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب، ولا من تعليقاتكم الحلوه ودعواتكم الجميله واللايكاتكم. بجد انا زعلانه قوي منكم، مش عارفه ليه، بس يعني مش اغلبكم، يعني في اللي بيقدر وبيخش وبيشاهد وبيحط اللايك ويكتب التعليق الحلو ويدعي الدعوه الجميله، وفي اللي ما بيكبر دماغه. الفيديو بتاع امبارح ما فيش مشاهده قد كده، فياريت بالله عليكم تشاهدوا الفيديو ولو 5 دقايق حتى على الاقل، عشان الفيديو يترفع يعني وكده، ومتبخلوش علينا باللايك ودعوه حلوه من قلبكم. ادعوا لنا دعوة حلوة كده في التعليقات، اكتبوا لنا تعليق حلو. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونخش على الفيديو بتاعنا كله طاقة وحماس ونشاط. بصوا يعني جايبه لكم البداية من كل حاجة فيه من الألف للياء، زي ما انتوا شفتوا كده. أكيد عرفتوا ان انا بعمل ايه النهاردة. هنعمل محشي وبط. سلقت الكرنب الأول، وطبعا المية بتاعت السليق زودتها شوية وولحت عليها، خليت النار وسط كده عبال ما نزلت وطلعت زي ما شفتوا كده. نزلت لحد تحت عند البطاطين بتوعي. انا طبعا اللي متابعني من زمان عارف ان انا كان عندي بط كنت مربيه بط وفراخ، وكان عندي طيور وكده، بس الحمد لله هما اللي عندي دلوقتي مؤقتا او حاليا يعني. نتايتين اللي كنت سايباهم يبيضوا، اللي كانوا بيبيضوا بيطلعوا لي، والذكر. والنتايتين دول كانوا فاضلين من البط اللي كان عندي، يعني البط اللي كان عندي وكانت البطه مطلعاه وانا ربيته. دول فاضلين منه. تمام كده بقى. ايه دول كان اخر 2 عندي، فبصراحه كنت سايباهم لما يتقلوا يعني وياخدوا حقهم. كنت جايبه لهم علف عشان يتقلوا وذبحهم. بقى لهم فتره كبيره عندي. رحت ماسكاهم بقى، قلت ما بدهاش بقى، ايه لازم ايه، الجيش بيقول لك اتصرف. الفراخ غاليه واللحمه غاليه، كل حاجه ايه في الضياع يعني، وربنا يسترها علينا وعلى الايام اللي جايه. فقلت ما بدهاش، انا هنزل امسك البطاطين واذبحهم وانضفهم. وطبعا مش هعملهم الاتنين مره واحده، لا. في الزمن اللي احنا فيه ده وفي الايام اللي احنا فيها دي لازم الواحد يمشي بحساب، يمشي بعقل، ويمشي على قده لحد ما الازمه دي تعدي على خير. بس انا قلت بقى ايه، طبعا هو ذبيح واحد وهعوص المطبخ وهعوص الحوض والبوتاجاز، وهتبقى وريش وتنظيف ووقفه وتعب ومجهود. يعني ايه، اعملهم مره واحده اخلص منهم يعني، والتانية عينها في الفريزر اعملها مره تانية في يوم تاني. حلوه البطه مش وحشه لما نعملها في يوم على حله محشي كده زي النهارده كده. اهي هما كانوا الاتنين نوتي، ما كانش فيهم ذكورة، كانوا نتايتين 2. وطبعا اللي فاضلين تحت دولت نتايتين اللي هما القدام، اللي هما بيبيضوا وبيطلعوا لي نتايتين. والذكر دولت انا مش هاجي ناحيتهم اسيبهم، هما بقالهم فترة من ساعة ما كانوا مطلعين اخر مرة. البط اللي انتوا شايفينه ده دول ولادهم، اللي انا ذبحتهم دول ولادهم، ولاد اللي هما تحت. فمن ساعتها ما بادوش تاني ولا طلعوا، ولا بادوا ولا طلعوا. الكلام ده من بقاله فترة. فان شاء الله يعني ربنا يكرمهم كده على الصيف ويعبوا تاني ويبيضوا ويطلعوا. فقلت خلوهم يمكن ربنا يرزقنا منهم وكده. فطبعا بقى ايه، انا معلش كنت فصلت ورجعت لكم تاني. قلت بقى يبقى تنظيف واحد ووقفة واحدة وكده، يبقى كله مع بعض، لان مش مستاهل ان انا ايه انضف بطة النهاردة وعيني التانية المرة تانية وارجع انزل تاني اقبح وانضف واعوز الدنيا. لا، يبقى كله مرة واحدة. مسكتهم دبحتهم زي ما شفتوا كده تحت قدام الحتة اللي بنربي فيها ديت. وطلعت بقى لقيت المية ما شاء الله بتغلي، يعني بردتها شوية تحت الحنفية.
ورحت مغطسه البطايه ونزلت عليها ايه زي ما انتم شايفين كده في الحوض بقى. يعني ايه البط بالذات لما بيكون واكل علف صافي بتلاقي الريش بتاعه بيمضغ معاكي على طول، مش بيبقى مجدر والكلام ده كله. لا، اللي انا دبحتهم اللي قبل كده، اللي كنت بذبحهم قبل كده، اخواتهم يعني كانوا ضعاف وكانوا صغيرين وكانوا بيدوخوني في التنظيف. دول ما شاء الله ما دوخونيش ولا اي حاجه خالص. وطبعا بقى شيطتهم بعد ما نضفتهم زي ما شفتوا كده على الولعه، على عين البوتاجاز. لازم تكون ولعه عاليه. لو في شعله بقى، الشعله دي عند والدتي اللي هي اللي بتبقى بعينين اتنين دي، بتبقى النار بتاعتها عاليه. التشييط ده بيبقى عايز نار عاليه. بس انا يعني ايه شيطتهم برضو كويس على العين اللي هي الكبيره بتاعت البوتاجاز دي. التشييط ده بيحوش يعني لو في الريش اللي هو بيبقى رفيع خالص ده اللي بيبقى مجدر، برضو بيحوش الزفاره. الولعه بتمنع الزفاره شويه، بتقلل الزفاره شويه. احنا متعودين على كده. البط والفراخ وبالذات الفراخ البلدي او الفراخ البيضة برضو لازم نشيطها. وسلام بقى لو عندك شويه رده او دقيق ذره وتفركيهم بيهم الاول كده، وبعدين ايه تروحي مشيطه. المهم ان انا شيطتهم زي ما شفتوا كده معاكم. حبيت اوريكم تنظيف البط، يعني يعتبر الفيديو ده كله خلص على تنظيف البط. بس انا عملت كل حاجه معاكم في الفيديو من اولها لاخرها. كملوا معايا الفيديو وقولوا ايه رايكم في التعليقات، قولوا ايه رايكم في الفيديو بتاع النهارده. واي حد عنده ملحوظه او اي حاجه او اي سؤال، او اي حد عايز وصفه جديده، اكله جديده، او اي حاجه ان انا اقدمها لكم، اتفضلوا اكتبوا لي في التعليقات وانا عينيا الاتنين ليكم. المهم بصوا بقى ايه ده كله برضو عشان خاطر البنات اللي لسه مبتدئين في المطبخ، واللي حابه تنظف بطه في البيت ومتوديهاش عند المحل بتاع الفراخ يعني وكده. عايزه اقول لكم مش كله بينظف حلو عندنا هنا، يعني استغفر الله العظيم يا رب، مفيش نظافه خالص عندنا هنا في بلدنا. بتوع الفراخ مفيش نظافه خالص. انا عن نفسي لما اكون هشتري فرخه ببعت اجيبها صاحيه وبذبحها وبنضفها عندي. هنا بقى خلاص كنت ارمحتهم وفتحتهم وظبطتهم الاتنين وحطيت عليهم ملح، بس كانت الكاميرا فصلت. كنت بوريكم الملح يعني. وهنا عصرت، كان عندي ليمونه واحده كبيره، اللهم صل على النبي، عصرت نصها وعينت نصها عشان كنت هعصره على الشوربه. وجبت برتقانيه بلدي، كان عندي برتقان بلدي من اللي كنت عاملاه معاكم في الفيديو اللي فات. عصرتها برضو زيها زي الليمون، وبتكون احلى كمان في لما تعصريها على الطيور الفراخ او البط وكده. بتضيع ريحه الزفاره وبتخلي ريحتهم حلوه وطعمهم كمان في الاكل بتكون احلى واحلى. هنا جبت بصلتين وخرطتهم، والبصله تدبل بس بتاعت المحشي. وهنا كنت الطماطم زي ما شفتوا كده في اول الفيديو خالص وانا بسلق الكرنب، كنت مطلعه حبيتين طماطم. الطماطم ديت انا كنت جايباها ومفرزاها في الفريزر ومعبيها في اكياس بتاع التلاجة لرمضان. اللهم بلغنا رمضان على خير يا رب. بس كل سنه انا كنت بسبكها، بسويها يعني وبسبكها واصفيها واعبها اكيسها يعني متسبكه جاهزه. النوبه انا كيستها حب، بطلع الكيس واحطه في الطبق وعليه يعني حوالي نص كوبايه ميه، واروح ايه مولعه عليه على البوتاجاز واسيبها تاخد وتدي كده مع نفسها، وبعدين اطفي عليها تكون استوت. اروح ضربها في الخلاط ومصفيها، بتبقى زيها زي المسبكه واحلى كمان، وزيها وزي اللي انت لسه جايباها طازه فريش يعني، ولا اكنها كانت في الفريزر من اساسه. لو قعدت عندك سنه عمر طعمها ما بيغير. الحب بالذات غير اللي هي متسبكه. وهنا جبت نص كيلو رز، نص كيلو مش اكتر عشان على قد الكرنبايه يعني، هي كرنبايه واحده. اللهم صل على النبي. ومكعب مرق دجاج ده في التغذيه بتاعه المحشي، وحبه ملح. وغسلت الرز وشوحته زي ما شفتوا كده. وعلى البارد بقى بعد ما اشوح الرز واطفي عليه الثوم، راس توم على قرن شط اخضر، حبه ملح، التوابل بتاعتك بقى،
فلفل اسمر، كزبره، كمون. اللهم صل على النبي. الخضره على البارد برضو، اخر حاجه خالص هي الخضره. وبنقلب الخلطه بتاعتنا بتاعت المحشي. دي الخلطه بتاعتي المعتاده اللي انا عمري ما بغيرها ولا عمري هغيرها، دي اللي احنا متعودين عليها ومتربيين عليها. وشطه حمراء، حطيت شطه حمراء. اللي بيحب المحشي حراق بيحطها، مش حابب الشطه خلاص الشطه ديت يعني ايه مش اجباري. طبعا هنا انا فضيت الخلطه في الطبق ده، صبنته اللي كان فيه الرز اللي كنت غاسله فيه الرز، صبنته وفضيت فيه الخلطه. والحله اللي انا كنت مقليه فيها ومشوحه فيها الرز وعامله فيها الخلطه هي اللي احنا هنحشي فيها. صبنتها قدامكم اهو شفتوها. صبنتها على طول، ما خدتش مني اي حاجه خالص. وجهزتها عشان خاطر هحشي فيها. انا مش بستعمل حلل كتير ولا مواعين كتير، مبحبش البهرجه يعني. على قد استعمالي بخرج الحلل. انا عندي حلل كتير وخصوصا الألمونيا عندي مفيش اكتر منها الألمونيا. بس طبعا عشان المكان والمطبخ صغير بتاعي، اللي هو قطعتين بتاع زمان ده، فطبعا مش بياخد حاجة خالص. فانا بخرج على قد استعمالي بس. حتى الحاجة لو انا هستعملها واخلصها واغسلها واستعملها في حاجة تانية في نفس الوقت. هنا بقى ايه، قبل ما ابدأ الحشي كنت مولعة على ان انا اعلق البطية بتاعتي. البطية التانية جيستها في كيس اهيت، كيس من بتاع التلاجة عادي خالص، وحطيتها فيه وربطتها. وحتى كمان الكبايد والقوانص بتاعتهم حطيتهم في كيس لوحدهم. دول برضو يعني لو انا جبت مرة فرخة حاجة، كبدة والقرنصة رايحين دي على دي على دي، لما اجمعهم اكلة واعملهم اكلة يمشوا اليوم يعني، مع كيسين مكرونة مع اي حاجة ونمشي يومنا. تمام. حطيت بقى، علقت للبطايه بتاعتنا. حطيت لها حوالي 3 بصلات صغيرين كده. وكان عندي عود قرفه خشب، عود واحد بس كان كبير، كسرته نصين، حطيت نصه بس، ورق لوري وحبهان، وفلفل اسمر او التوابل اللي انت حباها بقى للشوربه بتاعتك، او الفراخ او البط او اللحمه ايا كان بقى. وعلقت عليهم الاول قبل ما ابدا حشي، عشان عبال محشي يكون البطه بتاعتي استوت وعملت شوربه ازيد على طول زي ما شفتوا كده. وده كان المحشي بتاعنا، ودي كانت البطايه بتاعتنا بعد ما اتحمرت. وده كان الفيديو بتاع النهارده، ورب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه، يا رب اكون بفيدكم في كل الفيديوهات اللي بقدمها لكم. واستنظروني بقى ان شاء الله في فيديو جديد على خير. احلى اخوات في الدنيا، ما تحرمش منكم ابدا يا رب، ولا من تعليقاتكم الحلوه ودعواتكم الجميله. اشوفكم على خير، مع الف سلامه. زياد